اللي قالك اتطلقي وانا هتجوزك فورا مش هيتجوزك، لان بكل بساطه ساعه الجد هيفكر يقولك ما هي زي ما سابت جوزها هتسيبني. ده لو بيحترمك اساسا. وانت يا حبيبي اللي رايح تحب لي واحده متجوزه، ليس منا من خبب امراه على زوجها. يعني ايه خبب؟ يعني افسد. انا عايز اقول لك بقى الاحسن من كده يا حبيبي، ان هي لو اتطلقت وانتوا اتجوزتوا، في بعض المذاهب جوازكوا حرام. يعني الملكية عندهم ده حرام، ما ينفعش. الست المتجوزة خط أحمر، ابعد عنها فورا. سعادتك كده بتدمر أسرة وبتشرد عيال. انت اللي هتربي لها عيالها بعد ما تطلق. انت كده بلعبك بعواطفها وبكلامك الحلو واهتمامك، انت كده بتفسد واحدة على زوجها. انت كده بتحولها لواحدة خاينة. هسألك انت سؤال، لو سعادتك متجوز ترضاها لمراتك؟ تعرف عليك حد؟ ترضاها لاختك؟ ترضاها لمرات اخوك؟ اصل انا بسمع منها بس، لا اصل احنا بس بنعمل شويه تكستنج، اصل يا عيني جوزها وحش. يا حرام، وانت اللي طيب وجميل. اصل جوزها يا عيني شرير. يا حنين يا بقلب مرهف. ابعد عنها يا ابني. الموضوع في الاول هتلاقيه مليان مشاعر واحاسيس وعواطف جياشه وفياضه، بس بينتهي بايه؟ بفضيحه. لو سعادتك متجوز وتعرف الموضوع هتتفضح فضيحة والهانم التانية ممكن تتفضح فضيحة ب60 نيلة. ده غير بقى مشاكل الانتقام، وهيجروا وراك في الشغل ويفضحوك في الشغل ويفضحوك في حياتك وعند اهل بيتك. طب ليه يا ابني؟ ليه؟ من قلة الستات؟ لو مش متجوز روح اتنيل اتجوز واحدة. انما احلوت في عينك المتجوزة. لو متجوز يا سيدي ومراتك مش مكافياك، روح اتنيل اتجوز واحدة تانية. ابعد عن الست المتجوزه دي. عايز اقول لك حاجه برضو يا حنين يا ابو قلب عطوف وصغير انت بكار. بص يا سيدي، 90% من شكوى الستات غلط. اصل جوزي وحش معايا، اصل جوزي بيتعامل معايا بطريقه مش كويسه. جوزك بيصرف عليكي؟ جوزك مخليكي محتاجه حاجه؟ لا. بياخد باله منك ومن عيالك؟ امال بتشتكي من ايه؟ اصله ما بيقوليش كلام حلو زي اللي بسمعه في المسلسلات التركي. ما تبقاش عبيط يلا، ما تبقاش عبيط. ابعد عن الست المتجوزه، ابعد عن الست المتجوزه. طيب انا دلوقتي بحب واحده متجوزه، او انا دلوقتي بحب واحد متجوز، اعمل ايه؟ اول حاجه تعملها اقطع التواصل فورا. ولا مسجات ولا واتساب ولا اصلي بطمن عليها، بس اصلي بطمن عليها اصل مراته شويوه. اقطع اي وسيله من التواصل فورا. لو شغالين مع بعض حط حدود بينك وبين زميلتك اللي في الشغل، او انت حط حدود بينك وبين زميلك اللي في الشغل. التعامل في اطار الشغل فقط. افتكروا دايما ان ممكن في ثانيه تتفضحوا في الشغل. يعني انت تبقى راجل مدير كبير وتلاقي نفسك اتفضحت، تبقي هانم شغاله في شغلانه تلاقي نفسك اتفضحتي. طب ليه طيب؟ ويتبصلك من فوق لتحت كده بصه زباله قوي يعني. طب ليه تحطوا نفسكم في موضع الشبهه ده اساسا؟ تعمل ايه؟ ارجع تاني لربنا، ارجع تاني اعرف دينك، اعرف الجريمه والذنب الرهيب اللي انت بتعمله ده. اعرف انك بتخرب بيت، اعرف انك بتحول واحده ست لست خاينه. اطلب نصيحه من حد انت بتثق فيه. خليك دايما متاكد ان كما تدين تدان، واللي انت بتعمله هيترد لك. لو عندك فراغ، اشغلوا وقتكم باي حاجه. ابعدوا عن ميتين السوشيال ميديا. اي نعم السوشيال ميديا حلوه عشان بتعرفكم على ناس جميله زي حالاتي، بس برضه يعني ما هي بتبدا المصايب كلها دلوقتي بقت من السوشيال ميديا. سهوله التواصل من خلال السوشيال ميديا دي هي اللي مبوظه الدنيا. ابعد يا حبيبي منك ليه عن الست المتجوزه، وخليك راجل.